السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاع نهار اليوم راح يكون كيش بالسلق. هذا الكيش واش نقول لكم، جبت لكم واحد الكيش بزاف بنين بعجينه بزاف سهله وخفيفه وطريه وفي نفس الوقت تجي تقرمش. وبنا ما نحكي لكمش، جوزوا معايا نجربوا الوصفه تاعنا ونتعرفوا على مقادير التحضير تاعنا تاع الوصفه. واش نحتاجو هنا كمقادير؟ المقادير تاعنا متواجده في كل بيت. عجينه كما قلت لكم بزاف سهله. نحتاجو نص كاس تاع الماء، مع الماء تاعنا يكون دافي، مع مغرفه صغيره تاع الخميره ومغرفه صغيره تاع السكر. شوفوا المغرفه تاعي اللي عبرت بها بهذيك الصغيره كامل. نحتاجو كذلك نص كاس تاع الزيت. رايحه نخلط هذه المكونات السائله كامل مع بعضها حتى يندمجنا الماء مع الزيت. بعد ما يندمج لي الخليط تاعي رايحه نضيف الفرينه. درت الكاس الاول ونخلط. بعد ما درت الكاس تاعي وخلطت مليح رايحه نضيف الكاس الثاني. نديرو غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هنا نستعملوا غير صوابعتينا، نطموا العجينه تاعنا غير بصوابعتينا. كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي دات لي هنايا زوج كيسان تاع الفرينه. هنا البنات ما ديروش الغلطه اللي درتها انا كنت نسيت مغرفه صغيره تاع الملح. دونك واش درت الملح تاعي مغرفه صغيره، زدت له قطره تاع الماء ودرته في العجينه نتاعي. نتوما ديروه مع الفرينه. بون هنايا بعد ما طميت العجينه تاعي شوفوا كيفاش نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نخليوها تريح تروبوزي. نروحوا ندوزو لكيفيه التحضير تاعنا تاع الحشو. في مقله درت زوج مغارف تاع الزيت، درت نص حبه تاع البصل تكون مقطعه هكذايا. رايحه نذبلها غير شويه. بعد ما تذبل لي رايحه نضيف عليها 4 صدر تاع الدجاج. نكون منقيته وقطعته هكذا قطع صغيره. نضيف على الدجاج شويه ملح شويه فلفل كحل وزوج سنينات تاع الثوم. رايحه نقلي مليح البصل تاعي مع الدجاج كيما راكم تشوفوا التوابل اللي كنا درناها. من بعدك هنا رايحه نضيف الربطه تاعي تاع السلق. انا الكميه اللي استعملتها هنا استعملت السلق. بعد ما غسلتها قطعتها كيما نعرفوا رايحه تنقص لنا بزاف وتولي شويه. دونك هنا نقليها نديرها هكذا ونقليها. بعد ما تهبط لي كامل رايحه نخلطها مع الدجاج. نغطي عليها ونخليها تطيب في ماءها كيما نقولوا، باسكو السلق نعرفوها باللي تطلق الماء. بعد ما تقلى لي مليح نخليها حتى تنشف تماما، تولي قطره تاع الماء ما فيهاش. كي شغل في الاخر نحمصوها شويه. هنا الحشو تاعي راه واجد، نخليه يبرد ونجوزو نحضروا العجينه تاعنا بمكان ريحتنا. واش نجيو نديرو هنايا سور بلون دو طرافاي تاعي رشيت بشويه فرينه، نقطعهم هكذا كريات صغيره. وهنا لي مول تاعنا ونبدا نحل العجينه تاعي ونحطها هكذايا فوق المول بهذه الطريقه. ونبدا نسقم فيها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا هنايا. والزوائد نقدروا نحيوها. كيما نقدروا نديروها في قوالب فرديه، كيما نقدروا نديروها في مول يكون كبير. ان شاء الله الصوره تكون معبره. شوفوا هنايا كيفاش نديرو هكذا حتى يدي لا فورم تاع المول تاعنا. انا رايحه نكمل كامل الكميه تاعي تاع هاد ليمون ونجوزو نحضروا لاباغايا كيش تاعنا. واش نحتاجو هنا؟ عندي زوج حبات تاع البيض، عندي 3 تاع لي بورسيون تاع الفرomاج، رايحه ندير عليهم كاس تاع لا كريم فريش مع شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل كحل. رايحه نخلط كامل هاد المقادير. لاباط تاعي راهي واجده، الحشو تاعي راه واجد. الليمون تاعي راكم تشوفوا درتهم هكذا في سنيوان. حاولوا نثقبوهم هكذا ثوقوا بغير شويه بالفرشيطه ونجيو نعمروا. اول طبقه تاعي واش ندير هنايا؟ نجيب الحشو تاعي اللي كنت درت السلق والدجاج اللي كنت قليتهم قبيلك، رايحه نديرهم كامل هكذا في الليمون تاعي. بعد ما درت هكذايا رايحه نجيب هنايا لاباغي تاعي اللي كنت درتها وندير حوالي زوج مغارف فقط، ما نكثروش بزاف باش كي يطيب لنا وينتفخ لنا ما يدفقناش. هنا الكميه تاع لاباغي كيش تقدروا ديروا نصف الكميه باسكو انا في الاخر فاضت لي شويه. دونك هنا تقدروا ديروا غير بحبه بيض ونص كاس تاع لا كريم فريش وشويه تاع الفرomاج، واحد زوج حبيبات تاع الفرomاج، شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل. هنا بعد ما عمرت كامل الليمون تاعي كيما راكم تشوفوا ندخلهم للفوغ يكون سخن من قبل، نخليهم يطيبوا حتى نشوفوهم حمار لنا من تحت. من بعد نطفي من تحت ونشعلهم يحمروا لي من الفوق وياخذوا تحميره شابه. التزيين يقعد اختياري، في الاخير نقدروا نديروا لهم فرomاج غابي كيما نقدروا نزينوهم باي طريقه. وهنا لي كيش تاعنا ولا لي ميني كيش راهم واجدين. شوفوا كيفاش حماروا لي من تحت وتحمروا لي شويه من الفوق. وصفه بزاف ناجحه لمحبي لي كيش ولا لمحبي السلق، تجيهم بزاف بنينه وهايله ورايحين ان شاء الله يعتمدوها ويديروا بها حاله في رمضان. هنا كيما راكم تشوفوا قسمت لكم حبيبات تاعنا باش تشوفوها كيفاش جات. ان شاء الله تعتمدوا الوصفه وتعجبكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف رواحكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوناش بجام وكومونتير. نقول لكم تهلاو بزاف رواحكم. بقى على خير.